بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. دائما مع تحضيرات عيد الأضحى المبارك. اليوم رايحة ندير لكم بطاطا محمرة في الكوشة مع اللحم والبصل. رايحة تجي واحد البنة روعة يا البنات، تقدروا ديروه سندويشات لولادكم أو تقدموه لكل أفراد العائلة، وراح نرافق لكم مع هذا الخبز. هيا ونروحوا نشوفوا مع بعضنا كيفاش درنا هذا الوصفة. هنا نبدوها بالشرمولة تاع اللحم. هنا حكمت حبة تاع بصل صغيرة رحيتها وصفيت لها الماء. حطيت هنا نحتاج غير الماء، نزيد شوية عصير ليمون، عصير برتقال، علبة ياغورت طبيعي، ونجي نتبل ملح، كزبر، توابل الشاورما، فلفل أحمر وفلفل أسود. عندي ثوم، ونزيد معاهم 3 مغارف كبار تاع زيت، ونخلطها مليح. خلطوا مليح حتى تتجانس كل المكونات في بعضها. من بعد نجيب اللحم تاعي كنت قطعته شرائح رقيقة بالطول، ونحاول نخلط مليح. وهنا كل ما خليتوه تشرب كل ما يجي اللحم تاعكم طري، على الأقل 6 ساعات. نجيب للخبز، نحط شوية حليب دافي، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة متوسطة ملح. نحاول نذوب كل المكونات. عندي هنا 4 كيسان ممسوحين تاع فرينة مغربلة. نفرغ عليها الخليط اللي كنت وجدته من قبل، ونبدأ نجمع بالحليب. شوفوا البنات، هنا العجينة لازم تكون جارية وشوي تتلاصق في اليد، إذا يبستوها الخبز مش راح يجيكم مليح. شوفوا القوام تاعها. هنا نضيف لها 3 مغارف كبار زيت، ونحاول ندخله مليح في العجينة بهذه الطريقة. راكم تشوفوا العجينة راهي تتلصق في اليد. من بعد نعجنو حوالي 2 دقائق 3 دقائق. شوفوا القوام تاعها كيفاه يكون. راني قلت لكم تتلاصق شوي في اليد. نحطها في بول، نغطيها بالبلاستيك ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها، ونرجع ليها. هنا نخرج لها الهواء، ونحاول نقسمها على كرات كيما أنا هنا درتها 5. من بعد نغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح 5 دقائق، ونبدأ بأول واحدة بديت بها. نرش فرينة من فوق ومن تحت ونطرحها. البنات ما تركوها خلاص، ما تخشنوها خلاص، ديروا السمك تاعها بهذا الشكل. من بعد كل حبة نقسمها على 2. ندهن البلاطو بالزيت ونحطهم كامل مورا بعضهم، ونجي هنا ندهنها من فوق بالماء باش تعطيني ذاك اللون الأحمر، ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها. ندخلها للفرن على درجة 180 من فوق، شعل من فوق ومن تحت، كنت سخنته من قبل. وشوفوا كيفاش طابت، وهاو الخبز تاعنا راهو فارغ من داخل. نرجعوا للحم تاعنا، نحط هنا شوية تاع شحمة في مقلاة على نار قليلة، نخليها تذوب خلاص. ومن بعد نحط شرائح اللحم أو اللحم هذاك اللي كنت قطعته بالطول. النار هنا راهي شوي قوية، ما تنقصولهاش، ونخليها تطيب. ومرة على مرة راني نحرك حتى تنشف من الماء تاعها وتصفي لي هذا الزيوت. هنا نصفيها بجهة، نجيب حبة تاع بصل متوسطة الحجم مقطعة جوانح رقيق، ونحاول نخليها تتشرب لي هذاك الزيت حوالي دقيقة ولا 2. مانيش حابة نذبلها، يعني قسمة تتشرب برك. كنت رافقتها مع هذا البطاطا. أنا تبلتها، درت لها ثوم، ملح، 3 مغارف كبار زيت، دخلتها للفرن مدة نص ساعة وخرجتها وقدموها لي بهذا الخبز. يعني واش نقول لكم، روعة روعة. سلام.